ازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقه جديده، وحلقه النهارده فيها تفاصيل حلوه ومهمه، وهنتكلم عن مستقبل دي سي بشكل اكبر. الفتره الاخيره جيمس جان بيرد على ناس كتير على تويتر، يعني مش كل الناس، معظم الناس، بالذات الناس اللي بيسالوا على زاك سنايدر ما بيردش عليهم، ولكن بيتسأل في حاجات مهمه ممكن يكون ليها علاقه بمستقبل دي سي. هنتكلم عن الحاجات دي والردود بتاعته، وهنشوف كده رأيي ورأيكم في الآخر. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لأن التقيل لسه جاي. والموضوع بدأ بسؤال بسيط جدا على تويتر من واحد شخص عادي بيسأل جيمس جان، بيقول له هل هيتم ربط العالم الرئيسي دي سي مع المسلسلات والانيميشن والحاجات دي كلها؟ فرد جيمس جان جه يعني واضح جدا، قال له ايوه، هيكون في ربط ما بين المسلسلات وما بين الافلام كلها وما بين حتى الالعاب وما بين الافلام الانيميشن. ده حاجة جبارة جدا. انت تسمع ان دي سي عندها عالم رئيسي، ولكن عمرنا ما شفنا عالم رئيسي هيكون مترابط بالطريقة دي. وخلونا هنا نفصل المواضيع شوية، عشان الموضوع ممكن يبان لك ان هم هيعملوا كل حاجة تنزل على كل المنصات ويبقى كلها مترابطة. لا، هي الفكرة ان انت هيبقى عندك فرايتيز كتيرة وتنوع كبير جدا، وكمان هيكون عندك فرصة تعمل قصص كبيرة وعظيمة جدا، ولكن بتكلفة أقل وبصورة أبسط. على سبيل المثال، وانتوا يعني لا يخفى عليكم سرا ان انا من عشاق زاك سنايدر، ومن عشاق الممثلين والناس اللي عملوا حاجات في افلام زاك سنايدر في دي سي بصراحة. فتخيلوا معايا كده لو مثلا اتعمل فيلم باتمان بين افليك ولكن انيميشن، وتم ربطه بالعالم السينمائي، واتعمل في الفترة مكان بين افليك صغير، او قصدي يعني باتمان صغير، اللي هي القصة الباك ستوري بتاعت باتمان نسخة الدي سي اي يو. تخيلوا اتعملت ولكن انيميشن، هتكون ارخص، هتكون يعني انت اكيد طبعا بين افلك مش هتصغره في السن يعني، الا بقى لو حبة جرافيك كده في اللايف اكشن، ولكن لما تعملوا انيميشن هيكون حاجه جباره جدا وهيطلع بكواليتي ممتاز. انتوا بتشوفوا الرسم الفتره الاخيره في الانيميشن، الافلام الانيميشن بقت جباره. عندكم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، افلام دي سي عامه الاخيره الانيميشن الرسم بتاعها محترم جدا، والاكشن بتاعها حتى حلو. فتخيلوا لو عملنا حاجات زي دي، مثلا قصص جانبيه لاعضاء الجاستس ليج، هنشوف مثلا لو في حاجات هتتعمل مثلا للسايبورج، حاجات زي كده. فدي هتبقى نقطة كويسة جدا. وزي ما قلت لكم، هي طريقة سهلة ورخيصة. يعني مش سهلة ورخيصة دي حاجة وحشة، ولكن هتكون بالنسبة أنا لو شركة بفكر يعني فكر كده بيزنس وكل حاجة، هفكر في النقطة دي، وهتبقى حلوة جدا لو اتعملت بالطريقة دي، ما دام أنا مش هعرف أعملها لايف اكشن. يعني على سبيل المثال مثلا بين افلك ممكن يكون هو خلاص مبقاش عايز يكمل مثلا يعمل باتمان، فهيكون من السهل جدا ان هو يجي يعمله ويديه صوتي عشان نعرف الباك ستوري بتاعه باتمان الخاص بعالم دي سي بتاعنا. وانا شايف الموضوع ده ما فيهوش سلبيات خالص، والكلام ممتاز جدا. واتسأل بعديه على موضوع الالعاب ده، وقال ان كمان هيكون في العاب مربوطه بعالم دي سي الرئيسي. دي حاجه برضو حلوه جدا. انا بشوفها سلبيه من نقطه واحده، هي ان مش كل الناس بتقدر تلعب الالعاب دي. يعني انا اقدر اشوف اي فيلم موجود نزل في اي حته هتقدر تشوفه، انما الالعاب تبقى صعبه جدا. ممكن تشوف ملخصات ليها، وفي ناس بينزلوا حاجات على اليوتيوب يعني ليها، ولكن الموضوع مش هيكون زي ما انت بتلعب يعني. فانا شايف دي النقطه السلبيه الوحيده في موضوع الالعاب، ولكن تمام جدا يعني ما دام هتربط مع العالم الرئيسي. مثلا فيلم بلاك ادم نزل، شفنا شخصيه هوكمان مثلا، ممكن تعمل له لعبه، شخصيه دكتور فيت تعمل له لعبه، ويكون فيها قصه صغيره مقفوله عليها جوه اللعبه، ولكن مربوطه بالعالم السينمائي، هتبيع كتير جدا وهتعمل شغل كويس جدا. وده برضو بيبقى راجع لكواليتي اللعبه ذات نفسها. كمان اتسال بقى يعني سؤال كده في عيد الشكر تقريبا من فتره، كان واحد ساله، هو كان جيمس جان منزل صوره فيها اعضاء الجاست ليج وقاعدين بياكلوا كلهم بتاع، ولكن ما كانش فيها الجرين لانترن. وواحد ساله سؤال قال له هو ده معناه ان انت مش حاطين خطط خالص لجرين لانترن وان انتوا شايلينها؟ وهو كمان الشخص ده كتب ان عنده اشاعات وناس بتقول له ان الجرين لانترن مش ضمن حساباتهم تماما. فجيمس جان رد عليه وقال له مفيش الكلام ده خالص، جرين لانترن احنا بنجهز له حاجات مهمه جدا، وهيكون العمل اللي هينزل الفتره اللي جايه هيكون مربوط مباشره بعالم دي سي. وده كلام حلو جدا وكلام ممتاز جدا، انا بشوفه نقطة إيجابية. جيمس جان بيتكلم على طول وبيرد على الناس، وبيقفل أبواب الإشاعات الكتير اللي إحنا بنتكلم عنها. وده يعتبر من أسباب برضو إن أنا مبقتش أنزل فيديوهات كتير. في إشاعات كتير جدا بتنزل الفترة الأخيرة، منها مثلا إن هنري كيفل العمل بتاع مان اوف ستيل اتأجل، وكانوا في الأول قالوا إن هو هيشتغل، وكلام كتير جدا.
حاجات كتير بتبقى متضاربه، وجيمس جان بقى يطلع يرد على حاجات كتير، واللي هيطلع يرد عليه انا هقوله لكم دلوقتي عشان تبقى الدنيا ايه واضحه وعلى نور. وكمان واحد ساله برضو على تويتر قال له هل هنسمع الخطه اللي انت قلت لنا عليها اللي هي لمده 10 سنين دي خلال الفتره اللي هي بتاعت قبل مؤتمر سان دييجو كوميك كون اللي جاي سنه 2023؟ عشان تبقوا عارفين المؤتمر ده هيكون في شهر 7 السنه اللي جايه. فجيمس جان كان رده يعني بسخرية شوية، ولكن قال له قبليها بشوية، يعني ممكن في أوائل 2023 أول 3 شهور بالذات في 2023 نعرف الخطة هتمشي ازاي وهتوصل بينا لفين. فالكلام كله تمام، أنا من وجهة نظري شايف الدنيا تمام، والأفكار دي حلوة أنا عجباني جدا، هتكون فيها فرايتيز كتير زي ما قلت لكم، وهتخلي الموضوع أسهل ومترابط بشكل كبير جدا في عالم دي سي. ولكن الاهم ان انا اسمع رايك برضو، انا رايي قلته لك اهو، وعايز اسمع رايك لان ممكن رايكم يكون في حاجات مهمه جدا نستفاد بيها، نتكلم فيها مع بعض، نتناقش فيها سوا، ويعني عشاق دي سي يحبوا يتناقشوا في الحاجات دي كلها. فما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش ان التقيل لسه جاي.